قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل له الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. في الأصل الرزق من عند الله تعالى، وهو القائل: الله يبسط الرزق لمن يشاء. ولكن جعل الله للرزق أسبابا روحية ومادية، ومن هذه الأسباب الدعاء والصدقة والتوكل والرقية والاستغفار، وكذلك الاستعانة بأهل العلم في الأمور الروحانية. عمل تنزيل الأموال هو أمر حقيقي ولا مجال لهذا النقاش، فهذا الأمر منتهي ومنتهي النقاش فيه، لأن هو أمر يعني عمل حقيقي ما يلزم أننا نتناقش فيه. ولكن النصابين استغلوا هذا العمل للنصب على الناس والنصب على المحتاجين. اليوم خلنا نتكلم في صراحة، نتكلم في شفافية. من يتجه إلى هذا العمل غير المحتاج واللي عايش حياته في فقر؟ من؟ لا أحد. فالغني والمرتاح في حياته المادية لا يتجه إلى هذا العمل. فمن هو المتجه؟ المتجه هو الشخص الفقير الذي يعاني في حياته المادية ولا يتوفق في شغله ولا شيء، فيتجه إلى هذا العمل لعل وعسى أن الله يخرج ويعطيه من عطائه الكريم. فالخلاصة نعم، تنزيل الأموال أمر حقيقي إذا تم بالطريقة الشرعية وعلى يد شيخ روحاني موثوق لا يستخدم السحر ولا الدجل، بل يعتمد على القرآن الكريم والأوارد النبوية. فالرزق له أبواب غيبة قد لا يدركها الكثيرون، لكن الله يفتحها لمن صدق النية وسعي بالأسباب. وهنا نتوقف قليلا ونتمعن في الكلام الذي قلته لك، اللي هو شيخ روحاني موثوق، يعني الشيخ يكون معروف والناس تتكلم عنه في الصدق، مو أي واحد يلا نروح نشتغل عنده والله ده مبين أنت إنسان صادق ينصب عليك. هنا أنت تغير وجهة نظرك في هذا الأمر. النقطة الثانية: لا يستخدم السحر ولا الدجل، فهذا العمل مبارك ولا يصلح به الدجل، فإن دخل المجال به الدجل فهذا العمل يبات في الفشل. كلامي واضح، عمل مبارك لا نشارك به في السحر ولا الدجل، بحيث شاركنا أمر السحر والدجل والشيطان الكافر فهذا العمل يبات في الفشل. كلماتي واضحة، واستمع أيها المشاهد، عزيزي المشاهد استمع إلى كلامي. الأمر يحتاج له شيخ صادق موثوق مؤمن في الله عز وجل ويعرف يعمل هذا العمل في أتمم العمل بإذن الله تعالى. فهذا العمل مثل ما قلنا يحتاج له شيخ دقيق مؤمن في الله لا يستخدم السحر ولا الدجل ويعتمد على القرآن الكريم والأوراد النبوية. وأنا هنا بصفتي الشيخ الروحاني أبو محمد فبقول لكم شيء واحد: توكلوا على الله ثم على أخوكم الشيخ الروحاني أبو محمد، وما تشوفون إلا الخير بإذن الله تعالى. كلامي كان واضح بهذا الفيديو ودقيق، واستمع أيها المشاهد إلى هذا الفيديو مرة ومرتين حتى تفهم الكلام 100%. وبارك الله بكم وحياكم الله. معكم الشيخ الروحاني أبو محمد من سلطنة عمان. الرقم موجود أمامكم في الشاشة، يمكنكم التواصل معي في أي وقت شئتم. وبارك الله فيكم. السلام عليكم.